مساء الخير واهلا بيكم في المساحه الامنه اللي احنا بنحاول دايما نعملها هنا، اللي بنحاول نربط بيها العقل والقلب والوعي بالروح. النهارده انا مش جايه اتكلم في موضوع خفيف ولا موضوع يعني سهل عليا الكلام فيه، لانه يخصني بشكل شخصي ويخص كل ست على الكوكب. الموضوع ده هو العنف ضد الست. ليه في عنف ضد الست؟ ليه الموضوع ده موجود في مجتمعنا بكثرة؟ ليه الفترة اللي فاتت أصبح في جرائم قتل كتير جدا ضد الستات؟ ليه الترندات اللي بقينا نشوفها من كام يوم زي في البرامج، زي مع الإعلامية رضوى الشربيني وغيرها، الرجالة اللي بيطلعوا يقولوا احنا مش عايزين نصرف. احنا محتاجين نفهم ده يعني جه منين ونعمل معاه ايه. اوكي، وهل هو حاجة جديدة ولا هي حاجة قديمة؟ هي اكشلي ما هيش حاجة جديدة. العنف ضد الست موجود، ومش بس في المجتمعات العربية ولكن على مستوى العالم كله. لكن خلينا نركز على احنا، القطاع العربي والمنطقة اللي احنا عايشين فيها، عشان انا اقدر اتكلم عنها بقلب جامد. لان هي دي المنطقة اللي انا عايشة فيها، اللي انا ست فيها، اللي انا ممكن اكون انا ذات نفسي تعرضت فيها القمع والقهر اللي اني ست. ولاني برضو العيانين بتوعي او البيشنتس اللي كانوا بيجوا لي وقت ما كنت بشتغل دكتورة نفسية كانوا معظمهم ستات. والى الان حتى لما غيرت كوتش كله بيجي لي ستات، لان ده الطبيعي. ان الستات بتبقى عندها استعداد اكتر للوعي، لان هي اللي محطوط عليها الضرر اكتر، هي اللي مقهورة اكتر، فطبيعي هي اللي بتدور انها تحل. لكن اللي قاهرها، اللي اذيها، ليه هيعمل كده بما ان هو عنده مفاتيح كتير؟ يعني هو مبسوط، يعني عنده سلطة كتير في ايده. فهتلاقي النادر منهم هم اللي بيروحوا يدوروا على حاجة اعلى، بيدوروا على حاجة اعلى من الحياة اللي هي الدي تو دي، الستيتس كو اللي احنا ماشيين فيها دي. ايه اللي يخلي ممكن يبقى في عندنا عنف في المنطقة بتاعتنا ضد الستات تحديدا؟ اول حاجة العادات والتقاليد والتربية. احنا عندنا انه البنت بتبقى من صغرها مصدر قلق للعيله، مصدر ال يعني دايما في كده اتهام ان البنت دي هتجيب لنا العار. البنت دي بتتعامل بشكل مختلف تماما اول ما تكبر وتبقى في طور النمو، انها ممكن يحصل لها حمل يعني. بيبتدي القلق منها، وليس الخوف عليها ولكن القلق منها ان هي تجيب للعيله عار، او ان هي تمشي في طريق مش كويس. ويبتدي يتعمل لها مجموعة كبيرة من المحاذير. ايه اللي تنفع تقوله، ايه اللي ما تنفعش تقوله، ايه اللي ينفع تتكلم بيه، ايه اللي ينفع تلبسه، عشان خاطر مش خوفا عليها ولكن عشان نحاول نحميها من ان هي تعمل حاجة غلط، عشان احنا شايفينها ان هي مصدر تهديد. وهل ده بيتعامل فيه فقط رجال العيلة مثلا؟ لا طبعا، حتى الستات بيشتركوا في ده. يعني هم يتعرضوا لهذا القهر وهم صغيرين، ويكبروا يمارسوه على بناتهم، ويكبروا يمارسوه على اخواتهم الصغيرين. يعني دي حاجة احنا متوارثينها من اجيال. العادات والتقاليد اول حاجة اعتبار ان البنت مصدر للعار، مصدر تهديد، فاحنا لازم نعمل حاجات كتيرة قوي علشان نحمي نفسنا من خطرها. اول حاجة ان احنا نشوه لها علاقتها بجسمها completely. نحط لها محاذير كتيرة جدا، نخوفها من الجنس الآخر، ودي معاهم حق شوية. ماشي، ونخليها ماشية على قشر بيض وكارهة نفسها وغير مكتملة الأنوثة نهائي يعني. تاني حاجة تفسير النصوص على مزاجنا. احنا بنفسر النصوص على مزاجنا. يعني حاجة مثلا في موضوع الورث يعني، ايوه المفروض الراجل ياخد ضعف الست لان هو بيصرف عليها. لكن هو فين الراجل اللي بيصرف على الست اليومين دول؟ يعني هل في اخ بياخد ضعف اخته علشان هو بيصرف على اخته؟ لا. ويجي لنا واحد زي الاخ اللي طلع مع استاذ رضوى الشربيني يقول ايه، ما اعرفش اذا كان ده بجد ولا هم بيترولوا يعني بيعملوا شو. وانا اصرف عليها ليه وهي، يعني انا اجيب لحمه وخضار وهي تروح الكوافير ويتحرق دمي؟ يعني انت المفروض تصرفي. طب انت المفروض تصرفي، اوكي،
يبقى تاخدي بقى ورث تاني. لا، ما ناخدش ورث تاني، برضو ناخد النص. فده قهر ولا مش قهر؟ تعذيب ولا مش تعذيب؟ ف اختراع بقى الحاجات بتاعه النصوص الدينيه دي ان احنا بنعملها على مزاجنا عشان خاطر نوجهها ضد الست، ده عنف. التربيه والعادات والتقاليد ده عنف. احنا نخش البيت من واحنا صغيرين، لو احنا عندنا اخوات ولاد، ماما تشخط وتقول قومي يا بنتي حضري لاخوكي الغدا، اللي هو بمناسبه ايه؟ انا يتشخط فيا، انا ما عنديش اخوات ولاد، بس انا بقول لكم اللي كان بيحصل كنت بشوفه عند قرايبي اللي عندهم اخوات ولاد، او عند جيراني، او عند صحابي. قومي اعملي له اوضته، قومي ساعديه في مش عارف ايه. كان اعرف بنات ان هم لما اشتغلوا بعد كده واخوها مثلا عاطل جنبها، مسؤوليتها تشغله وتجيب له شغل، او مسؤوليتها ان هي ما تطلبش حاجه من العيله، لان هم محتاجين ان هم يصرفوا عليه هو، عشان هو يقف على رجله انه هيفتح بيت. طيب ايه الرساله اللي بتوصلوها للبنت اللي بتبقى في العيله دي؟ هل الرساله دي رساله محبه؟ هل الرساله دي رساله انه انت يا بنتي في عينينا وعلى راسنا، ولا انت درجه تانية؟ لا طبعا انت درجه تانية. يبقى اهم عامل بيخلي فيه عنف ضد الست هو اصلا ان احنا بيعاملونا بالطريقه دي من الاول، ان انت عيب، انت محتمل تجيبي عار للبيت، انت درجه تانية. طب الولد اللي قاعد بيتفرج على الطريقه دي في التعامل، بيتفرج على باباه بيعنف مامته، بيتفرج على مامته وهي بتزعق لاخته عشان يقوم يجيب لها حاجه، ده هيطلع يحترمك ازاي؟ ده هيطلع يحترم الستات من انهي اتجاه يعني؟ اللي بيتقال له ان انت ليك قد حظها مرتين، وفي نفس الوقت بيشوف ان الناس اللي بياخدوا قد حظ البنت دي مرتين مش بالضروري بيصرفوا عليها. طب هو السلوك القويم بتاعه هيجيبه منين؟ اوكي. فده جزء تاني. ان بقى تعالى نشوف الولاد دول نفسهم ايه اللي بيجرى لهم. هل المجتمع ده يعني بالرغم ان هو مجتمع ذكوري ومدي للرجاله دي صلاحيات كتير، هو رحيم عليهم يعني، طيب معاهم؟ لا، هو مش طيب معاهم، لان هو متربي مع مقهوره، وتربي مع راجل ايجو ماشي على رجلين. فما فيش جوازه اصلا، وده اللي انا هتكلم فيه كمان شويه، ان احنا ما عندناش جوازه، احنا عندنا يعني زي سجون. السجن ده يعني هيستثنى منه الولد؟ الولد بقى هو ده اللي هيطلع فلتة؟ لا طبعا، هو هيطلع مدمر نفسيا هو كمان، وهيطلع ما عندوش قواعد سليمة، ما عندوش حس سليم، وفي نفس الوقت طبعا ال الإحباط والكلام ده هيطلع عليه من مامته ومن باباه. باباه عنده ست مبهدلها، فطبيعي ان هي مش مبسوطة، فهو كمان ما هوش مبسوط، فأكيد هيطلع عدم انبساطه ده على العيال. أكيد هو متربي بطريقة مش صح، فهيربي ابنه بطريقة مش صح، هيكسره يكسر رجولته، فالولد نفسه بيبقى طالع هش. وده اللي بنشوفه في الأجيال اللي موجودة، في هشاشة. طيب الهشاشة دي يعني ان هو ما جالوش نموذج ذكوري عادل، يعني بغض النظر بقى عن العادات وعلى التقاليد وعلى ان احنا في احتقار للست ابتداء يعني. هل انت بقى جالك طب نموذج تتصرف كراجل ازاي؟ نادر، صعب. طيب الولد ده يطلع عنده احتياج لايه؟ هيطلع عنده احتياج للذكوره مش للانوثه. اوكي. طيب على الصعيد الاخر ايه اللي بيحصل للبنت؟ البنت لان واقع عليها قهر كتير جدا، واقع عليها ظلم كتير جدا، فطبيعي ان اللي واقع عليه قهر وظلم ده هو اكتر حد بيحاول يتحرر ويتغير. فهي بتحاول تتحرر وتتغير، فهنلاقيها نجحت، وقفت على رجليها، ظبطت حياتها، ما عندهاش مشكله انها تقول انها تعبانه وانها مقهوره، فتروح تسيك ثيرابي، فتلاقيها البنت كده بقت واقفه على رجليها، وبقت عندها شغلانه حلوه، وبقت. وبالرغم من ده كله مفيش اي عامل من عوامل الامان حواليها تخليها ترتاح فتبقى ست وتبقى انثى. فايه الطاقه اللي بتبقى عندها عاليه؟ طاقه ذكوره. نيجي للراجل اللي هو اتربى على ايجو، اتربى على ان انت احسن من الست كده وخلاص، واتربى في نفس الطريقه ان هو يتبهدل من اهله كده ومكسور ومحتاج لذكوره، ينجذب للست دي، ينجذب لها مش عشان هي ست، ينجذب للذكوره اللي فيها. هي تنجذب له ليه؟ هي ممكن تكون مش بتنجذب له اصلا، هي ممكن تكون عايز تهرب من بيتها، عايزه تؤكد على انوثتها، هي
حاسه ان هي مش انثى ومعاها حق لان هي محطوطه في ظرف ضاغط من وهي صغيره. اوكي. برمجه في دماغها انه انت عمر ما هيكون ليكي قيمه واقعيا غير لما يكون في دبله في ايدك. لازم يجي ذلك الذكر ويحط لك دبله في ايدك عشان الناس تبتدي تعتبرك انك بني ادم. فده يخلي هذا الاتحاد يحصل، وده مش جواز، ده مجرد اتحاد. هو محتاجها تنظم له. عشان كده يجي الراجل يقول لك ايه اللي هو اللي كان في البرنامج ده، ما انا مش هخليها انا اجيب اللحمه والفراخ وهي تروح الكوافير، لان هو متجوزها اصلا عشان تجيب اللحمه والفراخ، عشان هو اصلا مش عارف يجيب اللحمه والفراخ، لان هو عنده مشاكل في ثقته في نفسه. تمام. هو متجوزها لكده، فما ينفعش يقول ان هو متجوزها لكده، لانه في الاول وفي الاخر راجل. فيقول لك نشترك، هي شويه وانا شويه. وبقوا الحمد لله عندهم من الاوداسيتي والبجاحه انها تتقال من غير ايه، من غير مشاكل يعني. طيب هي هتشيل، هل ده هيخليه يحبها؟ هيخليه يقدرها؟ لا، لان هو اوريدي بيحتقرها. المفروض هي بالنسبه له درجه تانية اقل منه، فهي اللي ناجحه وبتجيب وهي اللي واقفه على رجليها، فهيبقى من جواه كراهيه ليها. حلو. طيب حطوا كل العوامل دي وتعالوا نحط عامل مهم تاني. موضوع الجنس عندنا في المجتمع الشرقي، احنا عندنا متلازمه اسمها مادونا والعاهره، انه الراجل ما بيقدرش يشوف الست غير انها يا اما قديسه ماما، يا اما لو هي في احتمال يعني يمارس معاها العلاقه الجسديه، فدي تبقى ايه، تبقى عاهره. فالست لما بتتجوزه بتتحط في الكاتيجوري ده حتى لو subconsciously مش consciously. ما هياش من الطاهرات المقدسات، لان الطاهرات المقدسات دول اختي وامي. فده يزود احتقاره ليها. اوكي. لان احنا محدش بيعلمنا واحنا صغيرين يعني ايه اصلا علاقه جسديه بشكل محترم. ازاي العلاقه دي تبقى متخزنه في اذهان الناس على انها دنس وعلى انها حاجه قليله، مع ان هي السبب في الحياه. يعني لولاها لا انت تبقى قاعد ولا انا ابقى قاعده. فاحنا ازاي بنبص لها بالاحتقار ده؟ ازاي دي مش حاجه روحانيه؟ ازاي دي مش حاجه محطوطه في اعلى مراتب الروحانيه في دماغنا في الوعي الجمعي؟ ده يورينا قد ايه احنا عيانين. طيب حط العوامل دي كلها مع بعضها، الست هنا فين الحب اللي تاخده؟ الست هنا مكروهه كومبليتلي، مكروهه كومبليتلي. ومش هقول ان هي بقى بتحب، لان هي برضه هتحب ازاي؟ هي عارفه تحب نفسها. فدي الاسباب النفسيه والاجتماعيه اللي تخلي في عنف ضد الست، اللي احنا محتاجين نفوق منه، محتاجين نبتدي بالكل بالجميع. يعني لازم الراجل يتثقف يعني ايه ست، لازم يراجع افكاره عنها، لازم البنت تخلي بالها هي بتتجوز مين. لان من اللي احنا بنحكيه ده، هل الجواز كده في مصلحه الست اصلا؟ الجواز بطريقته دي في مصلحه الست؟ لا خالص. وهقول لك على حاجه، حتى لو كان بان ظاهريا ان هو في مصلحه الراجل بطريقته دي، فهو مش في مصلحته ولا حاجه. هو في مصلحه الايجو بتاعه، في مصلحته ان هو يفضل مثلا عاله، يفضل مستغل، يفضل بيعمل فيلم من بره ويتجوز ويخون واللي احنا بنشوفه في المجتمع. انا مش جايبه الكلام ده من دماغي، لكن مش في مصلحته خالص كبني ادم. لا بيحرره، لا بيعلمه يكبر، لا بيديله حب حقيقي. فالجواز بالاسلوب اللي احنا عايشين بيه دلوقتي على في هذه البقعه من الارض وفي هذا الوقت من الزمن، هو عباره عن سجن، عباره عن تمثيليه. لازم مش ان هو يتفور، ولازم يعاد تعريفه ويعاد تعريف العلاقات ما بين الستات والرجاله. لازم يحصل قوانين رادعه للي بيحصل، سواء في تقسيم المواريث، سواء في الاعتداءات اللي بتحصل على الست، سواء من ابوها من اخوها من جوزها. الحاجات دي مش هتهدى غير بقوانين. لو ما فيش قوانين، من كام يوم برضو احنا كل شويه نشوف واحده قتلها اخوها مش عارف ايه. يعني في حاجه بتحصل غايه في الخطوره وتحتاج وقفه. يعني ما تحتاجش، يعني ما ينفعش ما اتكلمش فيها. ما ينفعش انت تشوف الفيديو ده ما تشيروش، وما ينفعش ما تشاركنيش رايك او تشاركيني رايك.
ولو انتوا شايفين ان انتوا لسه في الجزء القطيع اللي قاعد بيفكر بالطريقه دي subconsciously، روح لازم تعالج، لازم تتعالج، لازم تتعالجي، عشان ما ينفعش نعيش حياتنا كده. لان احنا ربنا زي ما قلت طول الوقت بقول ان ربنا مكرمنا، مش جايبنا نعيش الحياه علشان نتعذب. احنا اللي بيعذبنا معتقداتنا، البرمجه، جهل، بس في فرصه ان ده كله يتغير. ارجوك لو عجبك الفيديو ما توقفوش عندك، بليز سبسكرايب للقناه، وكمان اعمل شير وشاركني بكومنت. شكرا.